هنيئاً لاتحاد العاصمة، هنيئاً للكرة الجزائرية، وهنيئاً لكل من يؤمن بأن الرياضة قبل كل شيء هي ميدان للعدالة والروح الرياضية. اتحاد العاصمة لم يقاتل فقط من أجل نفسه، بل من أجل كرة قدم نزيهة تحترم فيها القوانين، وتلعب المباريات داخل الملعب وليس خارجه. هدفنا القادم 1000 مشترك وأكثر. لذا، إذا كنت هنا لأول مرة، فأنت في المكان المناسب، المكان الذي يحلل فيه الواقع الكروي بشفافية، وينقل الأخبار بدقة، ويطرح المواضيع الساخنة بلا مجاملة. في كرة القدم، هناك انتصارات تحقق فوق العشب الأخضر، وأخرى تنتزع في ساحات العدالة. لكن حين تتداخل المصالح الشخصية مع قرارات الاتحاد الإفريقي، وتتحول النزاهة إلى ورقة مساومة، يصبح من الضروري أن يقف من يؤمن بالعدالة في وجه هذا العبث. اتحاد العاصمة لم يكن فقط ناد يدافع عن حقه، بل كان ممثلاً للكرة الإفريقية النزيهة في مواجهة التدخلات المشبوهة، تدخلات حاول من خلالها فوزي لقجع، ومن يقف خلفه فرض أجندته السياسية داخل الكاف، واستعمال نفوذه لابتزاز أعضاء الاتحاد الإفريقي وتوجيه القرارات لصالح طرف على حساب الآخر. لكن الجزائر، بتاريخها الراسخ في الدفاع عن القانون والعدالة، كانت حاضرة بقوتها ومكانتها لتعيد التوازن إلى المشهد الكروي. محاولة فرض سياسة النفوذ على الكرة الإفريقية. لطالما كانت كرة القدم الإفريقية تعاني من التدخلات غير الرياضية، لكن ما حدث في قضية اتحاد العاصمة ونهضة بركان كان تجاوزاً لكل الخطوط الحمراء. لقد استخدمت المؤسسات الكروية لتصفية الحسابات، وحاول لقجع توظيف نفوذه داخل الكاف لتوجيه القرار قبل أن تلعب المباراة. قرار إجبار اتحاد العاصمة على خوض اللقاء رغم المخالفة الواضحة للوائح لم يكن مجرد خطأ تحكيمي أو إداري، بل كان خطوة محسوبة، هدفها فرض واقع يخدم مصالح شخصية. ولم يكن ذلك بعيداً عن أساليب الضغط والابتزاز التي مارست على بعض أعضاء الاتحاد الإفريقي لضمان تمرير هذا القرار المجحف. الجزائر تعيد القانون إلى الواجهة. أمام هذا الظلم الواضح، لم تقف الجزائر موقف المتفرج، بل كانت درعاً للعدالة، تتحرك بالقوانين والمرافعات القوية لتضع حداً لهذا العبث. لقد كان التدخل الجزائري حاسماً، حيث دعمت القضية في أروقة التاس، وقدمت دفوعاً قانونية أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك أن اتحاد العاصمة كان ضحية لقرار غير قانوني. وهنا ظهر الفارق بين من يستغل النفوذ داخل الكاف لفرض أجنداته، وبين من يدافع عن المبادئ الرياضية النزيهة. الجزائر، التي لم تتخلى يوماً عن موقفها في دعم العدالة، أثبتت أنها ليست فقط قوة كروية، بل قوة قانونية تعيد للرياضة الإفريقية مصداقيتها. التاس تسقط المخطط وتهدم الخريطة الوهمية. عندما أصدرت محكمة التحكيم الرياضي التاس قرارها، لم يكن مجرد حكم لصالح اتحاد العاصمة، بل كان إدانة صريحة لكل من حاول التلاعب بمبادئ كرة القدم الإفريقية. لقد انهارت محاولات لقجع في فرض أمر واقع، وسقطت كل أساليب الضغط والابتزاز التي مورست خلف الكواليس. القرار لم ينصف اتحاد العاصمة فقط، بل أنقذ الكرة الإفريقية من سابقة خطيرة كادت تجعل التلاعب بالقوانين أمراً طبيعياً. ولأن الجزائر كانت دائماً على الجانب الصحيح من التاريخ، فقد ساهمت بقوتها وثقلها في إعادة الحق لأصحابه، وإثبات أن الرياضة لا تخضع للمساومات السياسية. انتصار الكرة الإفريقية على التلاعب والتدخلات. اليوم، بعد هذا القرار التاريخي، تتأكد حقيقة واحدة: الرياضة الإفريقية لن تكون رهينة لنفوذ الأشخاص، ولن تباع قراراتها في الغرف المغلقة. اتحاد العاصمة لم يفز فقط بقضيته، بل فتح باباً أمام كل الأندية الإفريقية للدفاع عن حقوقها وعدم الخضوع لأي قرارات ظالمة. هذا الانتصار يحسب للجزائر، التي أثبتت مرة أخرى أنها درع إفريقيا في وجه الفساد الرياضي، وحصن النزاهة في عالم تحاول بعض الأيادي تحريف قوانينه. اليوم، يكتب هذا القرار في سجلات التاريخ، ليس فقط كفوز قانوني، بل كخطوة أولى نحو كرة قدم إفريقية أكثر نزاهة وعدالة. إذا كنت تؤمن بأن الكرة تلعب على الميدان وليس في الكواليس، اضغط على زر الإعجاب، شارك الفيديو، ودع صوت العدالة يعلو في كل الملاعب الإفريقية.